الحلويات الشرقية وجمالها وملكة الحلويات الشرقية مفيش أحلى من البسبوسة وصواني البسبوسة. هنعملها بطريقة مميزة جدا لأحلى تحلية في رمضان. هتعتمدي الطريقة دي بعد كده علشان تعملي البسبوسة بيها بسبوسة محلات ما يتقالش عليها أكتر من كده يمكن وأحلى. يلا بينا نصلي على النبي وتعالي مع بعض نقول المكونات. معايا نص كيلو من دقيق السميد او دقيق السمولينا بتاع البسبوسه، كوبايه الا ربع من السمن البلدي، ومعروف ان البسبوسه بتحب السمن البلدي علشان دي اللي بتديها الطعم، وكوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع من السكر، يبقى كوبايه الا ربع من السمن، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من اللبن. وللنص كيلو دقيق سمولينا، ومعايا نص كوبايه من الميه، ومعايا سكر جلوكوز او عسل نحل. تقدري تستخدمي ده او ده المتوفر عندك، يا سكر الجلوكوز يا عسل النحل. دي كل المكونات بتاعتي. اول حاجه هنعملها هنجيب حله وننزل فيها بمعلقه من سكر الجلوكوز او عسل النحل المتوفر عندك، وكوبايه الا ربع السكر، ونص كوبايه الميه، وارفعهم على النار بدون اي تقليب نهائي علشان ما تسكريش الخليط بتاعك وتلاقيها مسكره جدا، لان احنا لسه هنعمل لها الشربات او السيرم. كل حاجه حركه دائريه كده انت وهي على النار بدون ما تحطي فيها معلقه، بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. هتفضلي تقلبي فيها كده لحد لما تلاقي اللون بتاعها ابتدى يديكي اللون السكر الذهبي او المتكرمل، لحد لما السكر بتاعي يتكرمل ويبتدي ياخد لون. طبعا نسبه الميه قليله ونسبه السكر عاليه، فلازم هتلاقيه يتكرمل معاكي باللون اللي انت شايفاه ده كده. اللون الذهبي ده حلو جدا عشان يديكي لون للبسبوسه حلو بالشكل اللي انت شايفاه معايا. هنزل بقى بالكوبايه الا ربع السمن البلدي، وزي ما قلت لك تقدري تستخدمي اي نوع سمن، بس علشان تطلعي بسبوسه مميزه في الطعم وزي المحلات يبقى السمن البلدي، وبرده المتوفر عندك بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. هتفضلي تقلبي فيها لحد لما تسيح مع الخليط بتاعي بتاع السكر، لحد لما تحسي ان هما تجانسوا مع بعض وبقوا حاجة واحدة، يبقى خليط مش فاصل قدامك بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعدين انزلي بكوبايه الا ربع من اللبن وابعدي شويه وهدي النار علشان هتلاقي فيه فوران، ما تقلقيش خالص، تقليب مستمر وهدي النار بتاعتك وابعدي شويه، لان ده اي نقطه منها لو جت عليكي ممكن تسبب لك حرق لا قدر الله. بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده تقليب مستمر وبسرعه، هتلاقي الخليط بعد كده هيتجانس ويهدى معاكي، وهرفعه من على النار بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. هاخدها لما تهدى خالص ويبقى مجرد بس انه دافي بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. هسيبه بقى واركنه لحد لما يهدى شويه ويدفى، عشان ما ينفعش احطه على دقيق السمولينا او دقيق السميد وهو سخن. وتعالي نشوف مقاس الصينيه اللي احنا هنحط فيها وهنحط فيها ازاي. معايا مقاس الصينيه دي لنص كيلو الدقيق البسبوسه 30 مقاس 30. هدهنها بالسمن البلدي برضو او بالزيت مش تفرق. وبعدين عندك خيارين، لا اما تستخدمي كيس حراري او تستخدمي ورق زبده. ده ليه؟ علشان لما نحب نقلبها من الصينيه او تفصليها عن الصينيه ما تتقطعش منك، فدي اسلم طريقه تقلبي بيها البسبوسه من الصينيه. تحطي يا اما كيس حراري يا اما ورقه زبده. انا هستخدم الكيس الحراري، حطيته بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وبرده هدهنه بمعلقه من السمن البلدي اللي يبقى ملاصق للبسبوسه. لازم تبقى سمن بلدي. اللي تحت الكيس مفيش مشكله انه يبقى زيت، انما الكيس نفسه من فوق تدهنيه سمن بلدي او اي نوع سمنه عندك. انا قلت لك الافضل او اللي يديك الطعم المميز بتاع المحلات، وبرده تعملي في مقدرتك. هجيب بقى الخليط بتاعي وابتدي انزل بيه كده على البسبوسه، وابتدي اقلبهم بالراحه جدا، تقليب بالراحه جدا علشان ما تشغليش الجلوتين اللي موجود في دقيق البسبوسه فتلاقيها بعد كده تنشف منك. احنا بنقلب تقليب بسيط
علشان ما نشغلش مادة الجلوتين اللي موجودة في البسبوسة. بالراحة كده وبإيديكي تبدأي تعملي المكونات بحيث تتجانس مع بعضها زي ما انت شايفة معايا، بالراحة جدا. وبعدين هاخدها وانزل بيها في الصينية وابتدي افردها بالراحة جدا برضو. جبت بقى قطع من البندق كده، انا هعملها ب فور سيزون بمعنى اصح، يعني 4 اجزاء. فهحط جزء فيه مكسرات او بندق، وهحط جزء لوز بالشكل ده كده، والجزئين التانيين هنزينهم بعد التسوية على درجة حرارة 200 فرن سابق التسخين، وهتدخليها. هتاخد معاكي حوالي نص ساعة. تعالي بقى نعمل السيرب بتاعنا او الشربات. شربات البسبوسة معروف ان هو بيبقى خفيف وبيبقى سخن جدا، والبسبوسة سخنة. حطيت كوباية من السكر، كده حطيت كوباية ونص من السكر، على كوبايتين من المية. لو انتي بتحبيها مسكرة شوية ممكن تحطي كوباية ونص لكوباية ونص، ومع عصرة ليمون. وهقلب كده من النص تقليبة بسيطة بحيث ما اخرجش على الاطراف. يبقى كوباية ونص من السكر لكوبايتين من المية، لان احنا ما ننساش ان احنا حاطين كوباية الا ربع من السكر. وهاخدها وارفعها على النار. مجرد ما هتغلي هقفل عليها كده. كانت البسبوسة بتاعتي ما شاء الله استوت، والشكل تحفة وطرية جدا. والشربات بتاعي كان يدوبك خد غلو على النار وشيلته. شربات سخن وخفيف. اهم حاجة شربات البسبوسة خفيف مش تقيل خالص، يدوبك بيغلي غلوة وترفعيه. تيجي بقى كده انزل على البسبوسة بتاعتي. البسبوسة سخنة والشربات سخن بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده، لحد لما تتشرب الكمية كلها. درجة بدرجة كده لحد لما تشرب الشربات كله. اهي ما شاء الله طرية جدا تحفة، وكانت ريحتها رهيبة، شكلها خطير. هبتدي بقى كده اجيب كيس حراري او اي كيس، مش مشكلة. المهم ان انتي تعرفي تقلبيها بيه. بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده. وكمان علشان تطرى معاكي زيادة، يعني مجرد ما تحطي عليها غطيها بالشكل ده كده علشان هتطرى كمان وكمان. بعد كده بقى هجيب فوطة كده، وعلى الكيس التاني اللي انا حطيته ابتدي اقلبها. وطبعا هتنزل معاكي عشان احنا حاطين كيس حراري. اسهل طريقة تقلبي بيها البسبوسة. وبعدين هرجعها تاني مباشرة، وزي ما انت شايفة معايا احلى كمان واحلى من بسبوسة المحلات. ما شاء الله طريقتها حلوة جدا. معايا بقى هنا ايه، قشطة بلدي، ومعايا نيوتيلا. هبتدي كده بقى ازين الجزئين اللي فاضلين بيها. تبقي عملتي كمان بسبوسة فور سيزون لأحلى تحلية في رمضان. اهي ما شاء الله. وحطيت عليها شوكليت شيبس علشان تبقي عملتي، وحطيت كمان القشطة البلدي، تبقي عملتي جميع الأطعم في صينية واحدة. حطيت عليها بقى زبدة لوتس، وزينتها ببسكوتة لوتس. ما شاء الله الشكل خير دليل على النتيجة. جربيها وامشي بجميع الخطوات، هتطلعي أحلى بسبوسة، أحلى كمان من بسبوسة المحلات. ولو عجبتك وصفتي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان هتوصلك وصفات حلوة جدا مني.
كانت معاكي رشا سعد، نورتوني. بسبوسة المحلات.